اسمعوا بقى عشان في بشريات طيبة كده سلمى. اسمعوا بس كده. اتهمت أسرة الشابة سلمى نبيل البالغة من العمر 28 عام أحد أطباء النساء والتوليد محافظة بورسعيد بالإهمال الطبي الجسيم الذي تسبب في وفاتها داخل غرفة العمليات أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية داخل أحد المستشفيات الخاصة. حررت الأسرة محضر رسميا بالواقعة وطلبت بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتسببين في الوفاة التي وصفتها بالجريمة الطبية في حق أم كانت تحلم يضم مولودها الثاني. كشفت خالتها أم حبيبة في أول تصريح للأسرة إن سلمى قبل دخولها العمليات بدقائق طلبت التقاط صورة لها وقالت سيبوني أخذ الصورة الأخيرة، وكأنها كانت بتشعر بشيء. أوضحت إن سلمى كانت قد تواصلت معه هاتفيا قبل يوم من العملية وقالت أنا خايفة وابني زين صعبان عليا بيلعب لوحده ونفسي أجيب له أخ. أشارت الخالة إلى أن سلمى حضرت للمستشفى وهي ترتدي فستان جديد وزينت الغرفة بالبالونات وكانت سعيدة جدا ومتحمسة للولادة. مؤكدا كانت داخلة على رجليها بتضحك وفايقة ومفيهاش أي حاجة. وذكرت إن سلمى كانت محجوزة قبل الولادة ب5 إلى 7 أيام داخل مستشفى الحياة في بور فؤاد، وتم نقل 4 أكياس دم لها وارتفعت نسبة الهيموجلوبين لديها إلى 10%، وهو ما يجعلها مؤهلة طبية للعملية. دخلت سلمى غرفة العمليات في تمام الساعة 1 ظهرا وفقا لرؤية الأسرة، وظلت بالداخل حتى 5:30 مساء حيث عانت من نزيف شديد أثناء الولادة. اتهمت الأسرة الطبيب المعالج بالتسبب في النزيف وأكدت أنه فشل في السيطرة عليه. قرر استئصال الطحال دون إبلاغ الأسرة أو وجود مبرر طبي واضح. وقالت شقيقتها إن آية نبيل إن سلمى خرجت جثة هامدة بعدما فوجئ الأهل بأن بطنها كانت مفتوحة بالطول من عند الصدر وبالعرض من أسفل عند فتحة الولادة القيصري، مشيرا إلى أن أحد لم يبلغهم بما حدث داخل غرفة العملية. أوضحت أن الأطباء طلبوا دما بشكل عاجل أثناء العملية لكن لم يتمكنوا من إنقاذها ولم يحصلوا على شرح واضح لحالتها أثناء تدهورها. وصل زوج سلمى إلى المستشفى خلال إجراء العملية قادما من خارج بورسعيد، وعند علمه بوفاتها داخله في نوبة غضب وصدمة وصار داخل المستشفى. أكدت الأسرة أن الزوج لم يرى زوجته وهي تلد بل استقبلها جثة، ما زاد في حالة الانهيار التي عاشها وسط صمت طبي كامل عن شرح ما جرى. وقالت آية نبيل أختي سلمى كانت لسه صغيرة عندها 28 سنة ملهاش أي ذنب، ابنها الصغير زين بيسأل كل يوم ماما فين ومش بينام غير في حضنها، واللي حصل لازم يتحاسبوا عليه. وأضافت أنا مش قادرة أكتب من كتر الوجع بس حق أختي لازم يرجع، مش هنسكت ومش هنسيب دمها يروح هدر. بدأت الجهات المختصة في فحص البلاغ رسمي المقدم من الأسرة، ومن المنتظر استدعاء الطبيب المشرف على الحالة وسماع أقوال الأطقم الطبية الموجودة أثناء العملية. وتواصلت النيابة العامة مع الجهات الطبية المعنية، ومن المتوقع أن تصل الطبيب الطب الشرعي غدا لتوقيع الكشف الطبي على جثمان سلمى تمهيدا لاستخراج تسريح الدفن. وكشفت الأسباب المباشرة للوفاة تنتظر الأسرة نتيجة التحقيقات، مطالبة بالكشف عن تفاصيل الساعات التي قضتها سلمى داخل غرفة العمليات وتحديدا المسؤول عن وفاتها.